مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم. أنا هوجين هادي، سأقدم لكم نشرة موجزة لأهم الأخبار، أبدأها بالعناوين. الأسايش تغلق مكتب حزب يكيتي في تل تمر. الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم محافظ كركوك في رفض قرار إبعاد مدير شرطة المحافظة ونائبه من منصبيهما. دميرتاش يطالب حزب العمال الكردستاني بالتخلي عن السلاح. أغلقت الأسايش التابعة للإدارة الذاتية مكتب حزب يكيتي الكردي في تل تمر، كونه غير مرخص من قبل الإدارة الذاتية المعلنة من قبل الحزب ذاته، وذلك يوم الخميس 29/10/2015. الأسايش كانت قد أبلغت أعضاء المنظمة شفويا بضرورة إغلاق المكتب خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة. هذا ما صرح به بهجت شيخ عضو اللجنة المركزية لحزب يكيتي الكردي في سوريا، مضيفا أن الأسايش علمتهم أن القرار صادر عن إدارة الأسايش العامة بضرورة إغلاق جميع المكاتب الحزبية الغير مرخصة. شيخ أفاد أن الأسايش قامت بإغلاق المكتب بعد عصر اليوم الخميس، كون المهلة المعطاة لهم قد انتهت ولم يحصلوا على ترخيص من الإدارة الذاتية. جدير بالذكر أن الأسايش لم تعلم أي مكتب سواء في تل تمر أو في أي مدينة بضرورة إغلاق المكاتب، بل اكتفت بإخبار وإغلاق مكتب حزب يكيتي الكردي في تل تمر. أكد عضو مجلس رئاسة كركوك للحزب الديمقراطي الكردستاني محمد كمال أن الحزب يدعم محافظ ومجلس محافظة كركوك في رفضهم لقرار وزارة الداخلية العراقية حول إبعاد مدير شرطة المحافظة ونائبه من منصبيهما. وأبدى محافظ كركوك نجم الدين كريم استياءه من القرار، وقال: لن نلتزم بالقرارات التي يصدرها وزير الداخلية العراقي للتدخل في شؤون المحافظة من الاستفسار منها. وأضاف كريم: لا نرى أي جدوى في ذهابنا إلى وزير الداخلية لنطالبه بإعادة النظر في القرار ليظهر لنا أنه قوي ولديه السلطة، مستطردا: قد تكون لديه السلطة في بغداد لكن ليس في كركوك، فمجلس المحافظة واللجنة الأمنية في المحافظة هما من يقرر متى ومن سيتم تغيير مدير الشرطة. وصدر من بغداد سابقا قرار بإبعاد مدير صحة كركوك، لكن المحافظة ومجلس المحافظة رفضا تطبيق القرار، مثلما رفضا دخول قوات قيادة دجلة إلى كركوك قبل بدء الحرب ضد تنظيم داعش. طالب صلاح الدين دميرتاش زعيم حزب الشعوب الديمقراطي الكردي في تركيا في حواره مع جريدة زمان التركية من منظمة حزب العمال الكردستاني مرة أخرى بترك السلاح، وأكد أن البلاد لن تنقسم إلى كرد وأتراك، مضيفا بأن حل المشكلة الكردية سيكون بالتفاوض وليس من خلال استعمال السلاح. وتحدث دميرتاش عن ضرورة ترك العمال الكردستاني السلاح قائلا: أقول هذا وأنا أعي مشاعر الكرد وتطلعاتهم وثقتهم. الشعب يقول سننجح مجددا من دون السلاح، فليس هناك حالة من اليأس، هناك ثقة ثقة في من منحوا أصواتهم لحزب الشعوب الديمقراطي، وكذلك في من لم يمنحوا أصواتهم للحزب لكنهم يدعمونه، ولهذا فإن المجتمع الدولي مهتم بحزب الشعوب الديمقراطي، وأنا أرى هذا. مستمعي هيفي اف ام الأعزاء، كانت هذه نشرة موجزة لأهم الأخبار. شكرا لاستماعكم وطابت أوقاتكم.